في واحد الفتره ما معينه مثلا حصل لي واحد النوع ديال الاضطرابات الفكريه، ولا انت سولتي او تساءلتي او انك بحثتي ربما غادي تتعمق، ربما انك غادي تنحرف، ربما انك تقدر تخرج من الدين، فوجدت ان العكس، الا ما بحثتيش هو اللي تقدر تخرج من الدين، هو اللي يقدر مثلا انك تنكر السنه. الفكر السائد الذي عندي انذاك على شيخ الاسلام ابن تيميه رجل دموي، رجل تكفيري، لكن عند التحقيق وعند مطالعه كتبه هو ابعد شخصيه عن في التراث الاسلامي عن هذه الاتهامات كلها تقريبا. لو سالته قلت له هل عقلك مثلا مصدره العشوائيه او مصدره الحكمه، سيقول لك مصدره العشوائيه، مؤمن بالخرافه ديال العشوائيه وكذا، وفي الاخر ياتي ويتكلم عن العقل ويتبجح بالعقل، هو اكثر شخص هادم للعقل وهادم للعقليات. ونقول مثلا ان الدين الصحيح ولا ياتي بالمسائل المتعلقه بالاستحالات العقليه. الدين الاسلامي اتحدى اي واحد يخرج فيه استحاله عقليه واحده، لا توجد. في المتصور الغربي أن الله عز وجل رحيم، إذن كيفاش مثلا كيخلق واحد بعاهة مستديمة وكيفاش كيدخل واحد النار بصفة دائمة، فهذه تخالف مثلا العدل أو الرحمة الإلهية. إذن صفة من صفات الله اللي كيعتقد بها هي ما بقاش، فربما تؤدي به إلى الإلحاد. أنا أشعر أن لا أراه أصلا مؤهلا أنه يخوض في المسائل الشرعية أو يخوض في القرآن. نتساءل سر هذا التعاطي نقول الشرس على صحيح البخاري. مثلا ما غتلقاش هذا الهضر على سنن ابي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا حتى صحيح مسلم. علاش بالضبط صحيح البخاري؟ قبل ان نتناول المسائل المتعلقه بالبخاري وغير البخاري، اعطونا ادواتكم المعرفيه التي من خلالها ممكن ان نقف على مدلولات الالفاظ. انا شفت لك واحد المناظره مع السي رشيد العشاشي، فهضر هو في التفسير الرمزي. الا ترى انه ربما التفسير الرمزي نوع من انواع فصل الدال عن المدلول؟ لا شك لا يوجد أي ترابط أو أي تلازم بين الدال والمدلول. في الحقيقة هي قراءة باطنية، قراءة تفتح أي شخص أنه يتكلم في القرآن بما شاء بدون أي قواعد بدون. سي أنس، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد جدا باستقبالك. سعادة لنا إن شاء الله أننا ندوز معك في البرنامج الطيب إن شاء الله. بارك الله فيك، وشاكر لك أنك قبلت الدعوة. وفي حقيقة الأمر أنا أشهد وأشهد الله أنك قبلتي جيتي وتجشمت عناء السفر من مدينة تطوان إلى الدار البيضاء. كنشكرك بزاف. الله يبارك فيكم سيدي، بالعكس شرف لنا أننا نحضر معكم إن شاء الله في هذا اللقاء إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب له النفع بإذن الله. بغيت نبدأ معك بواحد المحور. من هو أنس بن محمد؟ أنس بن محمد ابتداء لا شك أنه عبد فقير إلى ربه، وفي نعم الله تبارك وتعالى عليه، والفضل كله يعود إلى الله تبارك وتعالى. من هو أنس بن محمد من أي جانب؟ يعني من الجانب الشخصي، من الجانب الإعلامي المعروف مثلا في السوشيال ميديا، من الجانب الأكاديمي، من الجانب الوجداني. نشوف الجانب العلمي. نعم. الجانب العلمي، التخصص مثلا الأكاديمي أو التخصص مثلا شوفوا التخصص الأكاديمي العلمي، كيفاش السي أنس كيفاش أحببت الدين مثلا على سبيل المثال، يعني الدافع الذي يعني دفعني مثلا مهتم بالعلوم الشرعية. بالعلوم الشرعية. وفي الحقيقة النشأة كتلعب دور كبير. أنا نشأت مثلا في أسرة تهتم بالعلوم الشرعية، تهتم يعني بالتدين وبمظاهر التدين عموما. ومن الصغر ديالي مثلا كانوا الوالدين ديالي يحببون إلي الدين مثلا، ولو عن طريق مثلا حكاية قصص مثلا ديال السير مثلا ديال الأنبياء، قصص في القرآن. كان هذا الأمر هذا يعني كيخلق واحد العاطفة ويقذف واحد العاطفة يعني تجاهك مثلا، تجاه مثلا الدين، خصوصا أن تلك القصص تكون مؤثرة. في واحد الفترة ما معينة مثلا حصل لي واحد النوع ديال الاضطرابات الفكرية، يعني كالأمواج التي تعتري مثلا الناس والفتن التي تعتري الناس، وصل الأفكار العقدية، الإنسان كيبدأ يطرح تساؤلات إلى غير ذلك من هذه الأمور. وصل يعني الثقافة السائدة آنذاك يعني يستسهلون مثلا التكلم في الدين، التكلم يعني في المسائل الشرعية ولو بدون علم. كما أن هذه المسألة هذه سبحان الله يعني الإنسان إذا لم يكن يعني محصنا جدا يعني بالعلم الشرعي وعنده حصانة عقدية، سيجد يعني شهوة في مخالفة مثلا السائد من الأفكار السائدة، مثلا السنة والأخذ بالسنة مثلا على سبيل المثال، أو الإسلام عموما.
كيجد واحد النوع ديال واحد الشهوة، واحد النوع ديال الملذة في مخالفة السائد، ويظن بنفسه أنه مثلا حصل ما لم يحصله الأولين، أو أنه اكتشف ما لم يكتشفه الناس جميعا. فحينئذ بدأت بعض الأفكار يعني تأخذون يمينا تأخذون شمالا إلى غير ذلك من الأمور، فحصلت كثير من الاضطرابات الحقيقة عقدية ومنهجية بلا شك. ثم بعد ذلك الوجدان العاطفي الذي كان عندي يعني في الطفولة. نعم، صار يجذبني ما شاء الله. إلى مراجعة البحث مرة أخرى، والبحث يكون جدي. فبدأت يعني في البحث وبشكل جدي في المسائل الشرعية وفي العلوم الشرعية أو في التراث الإسلامي عموما. وكان بعض المشايخ لا شك أنهم كان لهم الفضل يعني من جهة توجيه في البحث إلى غير ذلك. لما بحثت وبدأت في البحث وجدت أن ما الأفكار التي كانت عندي أو الثقافة السائدة أن الإسلام مثلا الفقه الإسلامي، مثلا المسائل العقدية في الإسلام، ولا أنت سولتي أو تساءلتي أو أنك بحثتي ربما غادي تتعمق، ربما أنك غادي تنحرف، ربما أنك تقدر تخرج من الدين. فوجدت أن العكس، إلا ما قريتيش هو اللي يقدر تخرج من الدين، إلا ما بحثتيش هو اللي يقدر تخرج من الدين، هو اللي يقدر مثلا أنك تنكر السنة لأنك ما غاديش تعرف. وأي واحد يقدر يعني يقول بك فقط يعني بشعارات عاطفية، بشعارات رنانة، بشعارات مزوقة قد تحسبه يعني شيء، ولكن هي في الحقيقة هي لا شيء يعني أمام التحقيق العلمي. فلما صرنا نبحث ونطالع مثلا كتب العقائد وكتب الفقه والكتب الموجودة في الإسلام عموما، يعني الفنون الإسلامية أو العلوم الإسلامية، وجدنا غير ما يروج وغير ما يحكى، وتلك الثقافة التي يعني الثقافة التي ساهمت فيها بعض الحملات الإعلامية في الحقيقة. لا شوف البخاري خرافة، لا كذا الإسلام كذا كانوا يديروا كذا، فقط شعارات. كاين كذا في الإسلام، المنظومة ديال الزواج فيها كذا، شعارات فقط يعني ترمى وتتلقفها، وما عندكش واحد العلم وواحد الحصانة علمية باش أنك تجابه هذه الشعارات. لما جئنا إلى البحث وجدنا بالعكس، أن المسلمون يبحثون انطلاقا من أسس عقلية، انطلاقا من قواعد علمية كلية. حينئذ يعني يصلون ويربطون يعني الأدلة، يعني يبنون مثلا بنوا هذا الدين مثلا، أو بنوا أسس الدين بمناهج علمية دقيقة بقواعد أصولية، من خلالها تتفرع المسائل الفروعية منضبطة محكمة. في حين أن الآخرين الذين ينتقدون الدين وينتقدون يعني كل ما هو يعني منتسب إلى التراث الإسلامي في جميع المباحث، سواء المباحث الفقهية، سواء المباحث العقدية، سواء حتى المباحث الأخبار المتعلقة بعلوم الحديث، في الحقيقة ليست لهم لا أصول علمية، وليست لهم لا قواعد منضبطة ولا أي شيء، وإنما عندهم العشوائية فقط. العشوائية يعني أي كلام يرمى بدون أي تحقيق علمي. فهذا هو الحقيقة الذي وجدناه أثناء البحث. ثم بعد ذلك من العلماء الحقيقة الذين تأثرت بهم هو مولانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. السائد أنذاك أو الفكر السائد الذي عندي أنذاك على شيخ الإسلام ابن تيمية رجل دموي، رجل تكفيري، رجل لا يحب النقاش ولا يحب التعايش ولا يحب أي شيء من هذه الأمور، رجل بعيد كل بعد عن العلم. هذه البروباغندا السائدة آنذاك. لكن عند التحقيق وعند مطالعة كتبه هو أبعد شخصية في التراث الإسلامي عن هذه الاتهامات كلها تقريبا، كلها بدون استثناء. رجل أول شيء في علمه رحمه الله، أو ملكته العلمية أو قوته العلمية، هذه لا يناقش فيها أحد ولا يجادل فيها أحد حتى من خصومه. الجميع يعترف له بالعلم وبالأهلية العلمية. المسألة ديال التكفير أبعد رجل عنها، أرحم رجل يعني من جهة التكفير حتى بمخالفيه وبالطوائف عموما المنتسبة إلى الإسلام هو شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أنه قال أحدهم أنه أرحم بالمتكلمين من المتكلمين أنفسهم. وهذه حقيقة يعني ثابتة لا يمكن في الحقيقة أن يجادل فيها أحد أو أن يعاكس فيها أحد. كذلك من الجهة الاطلاع العقلي، اطلاع مثلا في العلوم الشرعية، دقة في النظر لا مثيل لها. فالذي يحكى والذي يروج عكس ما هو حاصل يعني في الكتب وفي البحث. كذلك يعني في باقي المباحث هكذا كلها تقريبا بدون استثناء المنتسبة إلى التراث الإسلامي. ومن أقوى أدلة النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، أن المنتسبين إليه والمنتسبين إلى شريعته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بهذه العقول الجبارة. تخيل أن رجل واحد الأمة اعتنت ليست به هو شخصيا، هذا لا شك فيه، بل اعتنت بالناس الذين نقلوا أخباره. كيف كان حالهم مع العلم،
هل هم يعني عرفوا بالعدالة، عرفوا بالضبط؟ يعني المئات ديال الأشخاص الذين انتسبوا في حملة مثلا شريعته أو حملة مثلا حديثه صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقوى البراهين. لا تكاد تجد يعني رجلا في التاريخ الناس اعتنوا بمن نقلوا أخباره كاعتناء المسلمين صلى الله عليه وسلم بمن يعني أخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء من مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين وصولا إلى قرننا هذا وإلى زماننا هذا وإلى عصرنا هذا الذي نعيش فيه. إذا قلت لك كتاب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كان له فضل بعد الله عز وجل عليك أو فيما وصلت إليه الآن، شنو هو هذا الكتاب هذا توصي به مثلا أو تنصح بقراءته؟ هو جميع كتب أنصح بقراءته بلا شك فيه، لأن ابن تيمية رحمه الله تقريبا اجتمعت فيه جميع الجوانب التي يمكن أن نستفاد إليها. لو نظرنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتكلم مثلا في مجال العقائد في الرد على المتكلمين أو مناقشة الفلاسفة أو في إثبات العقائد التي يعتقد بها والتي يحاجج عنها، سنرى ابن تيمية آخر، ابن تيمية الحاذق في المسائل المرتبطة بالعقائد. ولو نظرنا إلى ابن تيمية رحمه الله الفقيه واختياراته ليست هينة بتاتا. أنا عندما كنت أنظر مثلا وتجد أن ابن تيمية رحمه الله له بعض الاختيارات أو بعض المسائل التي قد يعتقد البعض أنها خلاف المعتمد مثلا كالمسائل المعروفة في الطلاق وكذا، لكن عند التحقيق في أدلته ستجد أنه فقيه بارع. حتى في المذهب الحنبلي عندما في رواية مثلا عند الحجاوي لما يقول أنه اختاره الشيخ، المقصود هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. فابن تيمية رحمه الله حتى اختيارات الفقهية لا ينبغي أن يتناولها الإنسان هكذا. هذا مما استفدته. حتى بعض الأمور التي كنت أقول هذه خلاص المسألة هذه مقطوع بها من الجهة الفقهية ولا أعرف أن ابن تيمية لماذا خالف فيها السائد مثلا، لكن عند التحقيق النظر في أدلته وكذا يتبين لك مسألة أخرى، تعيد نظر مسألة أخرى، فتكتشف جانب آخر رائع في ابن تيمية رحمه الله اللي هو الجانب الفقهي. لو نظرنا إلى الجانب التاريخي لشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن تيمية كونه مؤرخ مثلا مثلا ككتابه منهاج السنة الذي ناقش فيه مثلا الشيعة الإمامية وكذا، وكابن تيمية وقراءته للتاريخ وفلسفته في التاريخ واطلاعه على التاريخ مسألة أخرى. كذلك لو نظرنا إلى ابن تيمية رحمه الله من الجانب الحديثي رحمه الله وكونه محدث تجد فوائد جمة. فرجل سبحان الله عجيب اجتمعت فيه هذه الشمائل كلها. ابن تيمية لما يتكلم في الفلسفة بارع، في الكلام بارع، في منهج الحديث بارع، في المسائل اللغوية بارع جدا، الفروع الفقهية ومسائل الفقهية ومخالفة يعني بارع جدا. الكتب كلها فيها استفادة جميع. يعني مثلا أردت مثلا أن تبحث في المسائل المتعلقة بالشيعة والمسائل المتعلقة بالتاريخ والمسائل المتعلقة بكذا وقراءة التاريخ وكذا، منهاج السنة النبوية. مسائل المتعلقة مثلا أنا شخصيا من التعارض العقل والنقل ناقش فيه الفلاسفة، ناقش فيه المتكلمين، لكن من أكثر الكتب الحقيقة التي أذاكرها وأحب مذاكرتها هو شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. شرح فيها يعني شرح عقيدة الأصفهاني اللي هو كان أشعري، وبعض الاستدراكات عليها سواء في لا عليها ولا على كذلك عقائد الفلاسفة، المسائل المتعلقة بالنبوات وكذلك. وبما أنني ذكرت نبوات كذلك أذكر المجلد الرابع كذلك في الجواب الصحيح على من بدل سرد في ابن تيمية رحمه الله سردا عجيبا لأدلة النبوة رحمه الله والرب. الجواب الصحيح على من بدل أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي هذا الكتاب المشتغل بالنبوات أن يشتغل بهذا الكتاب ولا ينساه، لأن أكثر من يريد أن يتكلم في النبوات يذهب مباشرة إلى كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، رغم أن الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في المجلد الرابع كانت فيه صراحة مناقشة فريدة جدا وإضافات عظيمة جدا في مسائل إثبات النبوة في المجلد الرابع خصيصا لابن تيمية رحمه الله. قول يا سي أنس، نعم. بزاف من المعترضين على الدين نعم. عموما، ربما ملاحدة ربما قرآنيين ولا منكري السنة، يعتمدون كثيرا وكيهضروا بزاف على العقل. القضية غير معقولة ويحتجون بالعقل، هذا الشيء غير معقول، يجب أن نستند إلى العقل ولا نحتكم إلى العقل. فالسؤال مطروح لي أنا كواحد نقدر نقول من العوام ولا المشاهدين، كلنا من العوام، شنو هو هذا العقل؟ نعم. بغيت نفهم انا دابا ديما هما كيقولوا العقل، شنو هو هذا العقل هذا؟ لان ملي كنجيو نشوفوا كنلقاو مثلا
كنشوفوا ان العقلاء يختلفون، والعقلاء من بعضياتهم كيوقع بيناتهم خصام، كيوقع بيناتهم خلاف فكري. اذا العقل في واحد المرات بعض احيانا لا ينجو ولا لا ينجي من الاختلاف. اذا شنو هو هذا العقل هذا اللي بغاونا هاد الناس ان نحتكم اليه مثلا في الامور الدينيه؟ هذا حاجه. واش العقل يعني بهذا التعريف ديالو اللي انا باقي لحد الان باقي ما لقيتش شي تعريف كيعطيو هاد الناس هادو، يعني عنده هاد الصلاحيه يدخل في الامور الشرعيه ويصبح حكم؟ هذا العقل هذا. وفي الحقيقة هاد الناس هذو اللي كتكلم عليهم عموما في الحقيقة أنا يطلقون الكلام هكذا، يعني يطلقون اللفظ هكذا ولا يحققون إطلاقاتها، فقط يقول لك العقل والعقل. وكتلقاك إلا سولتي على العقل ديالك يقول لك والعقل عندي هو الدماغ، والدماغ جاي من العشوائية وهو عشوائي ما يمكنش. واش انت اصلا كتهدم العقل؟ انت اش من عقل كتكلم عليه؟ لو سألته وقلت له هل عقلك مثلا مصدره العشوائية أو مصدره الحكمة، سيقول لك مصدره العشوائية، مؤمن بالخرافة ديال العشوائية وكذا. وفي الآخر يأتي ويتكلم عن العقل ويتبجح بالعقل، هو أكثر شخص هادم للعقل وهادم للعقليات. وفي الحقيقة لو تكلمنا عن العقل، ابن تيمية رحمه الله يذكر فيه 4 مراتب. العقل نعم. قد يطلق العقل ويراد به العرض، عرض يقوم بالذات أو العرض الذي يقوم بالأشياء، صفة تقوم بالموصوف، هو من مصدر عقل يعقل عقلا. وكذلك قد يراد بهذا الإطلاق الأول كونه عرض يقوم بالذات أو صفة يعني تقوم بالموصوف. وقد يراد به كذلك الغريزة أو تلك القوة المودعة في الإنسان، وهذا الذي هو منقول عن الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الحارث المحاسبي، أنه تلك الغريزة أو تلك القوة التي من خلالها الإنسان يميز، يحصل به التمييز، يحصل به يعني الإدراك، هي قوة في الذات مودعة أو غريزة في الذات مودعة. وكذلك الإطلاق الرابع الثالث عفوا، قد يطلق العقل ويراد به نفس الضروريات أو العلوم الضرورية، كمثلا الجزء أصغر من الكل، كمثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني نفس هذه الضروريات أو العلوم الضرورية. وقد يراد به كذلك العلوم النظرية التي تكتسب عن طريق الكسب والنظر، فتلك العملية التعقل أو الذي يتوصل إليها أو تلك النتيجة التي تكتسب عن طريق النظر كذلك يطلق عليها العقل ويسمى عقلا. كذلك يراد بالعقل عند ابن تيمية رحمه الله هذه المرتبة الرابعة هي مسألة العلم الذي يوجبه ذلك العقل، العمل الموجب لذلك العلم، كقول الله تبارك وتعالى لما قال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، أنهم لم يعملوا بما عقلوه، لا يعملون بما عقلوه بما سمعوه، ذلك العمل الموجب لذلك العلم. فكونك مثلا تقول مثلا أن هذا الرجل مجنون ليس بعاقل، كيف يعلم هذه المسألة ولا يعمل بخلافها؟ كذلك هذا عند ابن تيمية رحمه الله وفي إطلاقات أهل الحديث رضي الله عنهم كذلك، يعني يقصدون بالعقل ذلك العمل الذي يوجبه ذلك العلم أو العمل الذي يعني أوجبه ذلك العلم. إذن من خلال ما ذكرناه ممكن أن نحصل تعريفا للعقل، نذكر مثلا أنه هو صفة تقوم بالموصوف أو عرض يقوم بالذات، من خلاله أو من لازمه رد المعارف النظرية أو العلوم النظرية إلى العلوم الضرورية. ممكن أن نقول أنه صفة أو قوة مودعة أو صفة تقوم بالذات من خلالها يتم رد العلوم النظرية إلى العلوم الضرورية. هذا يعني كتعريف ممكن، وأنت تعرف يعني ربما أن التعريف قد يأتيه مثلا بعض الاعتراضات أو كذا، لكن هذا مما ممكن أن نستخلصه مما ذكرنا الآن، هو هذا التعريف الذي ذكرناه. وفي ذاك الشيء اللي كنعرف ذاك المعلومات البسيطة اللي عندي أن العقل عنده 3 أحكام. نعم. كاين الاستحالة، نعم. وكاين الجواز أو الإمكان، نعم. وكاين الوجوب. نعم. ما دخل هذه الأحكام ال3 مثلا في الاعتراض مثلا؟ نعم. على هو العقل كما ذكرنا الآن بتعريفه له حكم. العقل له حكم، والحكم شنو هو؟ إسناد أمر لأمر أو سلبا أو نفي أو سلبا أو إيجابا. هذا هو الحكم. نقول أن هذا حكم عقلي، أن العقل أسند أمر لأمر سلبا أو إيجابا. إما أن يكون أسند ذلك من جهة الاستحالة، أن العقل يحكم بذلك بالاستحالة، مثلا هذه البولة هذه شاعلة وطافية في نفس الوقت. نعم. فهذا عقلا مستحيل. طافيان في نفس الوقت. نعم. مع شروط هذه مستحيل عقل. نعم. وهاد الناس اللي كتكلم اليوم هم لا يفهمون هذه المسألة. جاء عندي واحد خطرة، واحد قال لي شوف، قال لي السنة
احاديث متناقضه، تناقض عقلي، استحاله عقليه. هي تفضل اعطيني مثال. هذا مثال قال لي ودي البخاري ذكر واحد الحديث ان المسيح الدجال اعور. ممتاز. اعور من عينه اليسرى، جميل. ولم يذكر الحديث الاخر البخاري، ذكر مسلم انه اعور من العين الثانيه. اذا هذا تناقض. قلت له اصلا انت ما كثرتش شروط التناقض. اول نقطه عندنا البخاري من عين ذكر، مع العلم ان المسلم ذكرهم الاثنين يعني وبين يعني. قلت له شنو البخاري هنا شنو ذكر؟ قال لي البخاري ذكر هنا العين الاخرى، ومسلم شنو ذكر العين الاخرى. واحد ذكر اليمنى وواحد ذكر اليسرى. هنا واحد ذكر اليمنى وواحد ذكر اليسرى. هنا واش عندنا الوحده في الموضوع؟ لا، الموضوع مختلف. واحد كيتكلم حمل او اسند امر او اسند فعل الى العين، موضوع اخر. هو من شروط ديال التناقض ان يكون عندنا الوحده في الموضوع. فين هو التناقض؟ هذه النقطه الاولى. هي نقول مثلا الوحده في الموضوع، نقول العين واحد قال لك عاميه وكتشوف في نفس الوقت. هذا هو يعني الموضوع ما عندناش الوحده. هذه اول شيء. يعني فين هو التناقض؟ مع العلم ان مسلم رحمه الله اشار الى الحديث الثاني، يعني وحده بمفهوم انها طافيه، ووحده مطموسه في خطره، وحده طافيه مطموسه في خطره، ووحده فيها عيب. والعوار يعني من جهه الاطلاق اللغوي يشملهم يعني بجوج. ففين هو التناقض؟ ما كاينش، ولانه ما يعرفش التناقض. وفقط مفهوم التناقض ما عندوش، لا يحصله اصلا. صحيح. يعني التناقض العقلي او الاستحاله العقلي ليس عنده اصلا. تصور الاستحاله العقليه هو لا يفهمه اصلا. يعترضوا على ويعترض على المسائل المتعلقه بالعقل. جبنا خويا هذا الحديث، ربما العلماء ديالنا اللي كانوا كيقيلوا يتكلموا في العقل وفي العقليات وكذا، ربما هذا الحديث هذا خفى عليهم. جبنا سيدي البارع في العقليات، واللي جبنا ما عارفش مسكين، فقط يتوهم فقط. ومثلا كيجيو كيقراو حديث كيقول حتى لا يعقل ان لا يعقل. هذه من كيسه، هو ما عرفش العقل وما كيفهمش. ربما يخلط مثلا بالحكم العادي والحكم العقلي. الحكم العاده والحس والتجربه ومتكرر، فيعتقد ان الحكم العادي هو نفسه الحكم العقلي، وهذا غير صحيح. في اليطير هنا العقل كيقول ممكن. هذا المشكل الكبير. لو طبقنا هذا الامر هذا، مع العلم انهم ينكرون لا انكروا القران. على سبيل المثال النار لماذا تخلفت على الاحراق؟ سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، لماذا تخلفت الإحراق؟ لأنها في العادة كحكم عادي أنها تحرق. ليس يعني كحكم عقلي أن تلك العلة لابد أن تكون ملازمة للمعلول وأن لا تتخلف، وأن هذا الاضطراد ينبغي أن يكون طبيعيا يعني أزلا وأبدا. ولا هذه بالعكس لا دليل عليها، لا تجريبيا ولا عقلا. اظن حتى في تعريف الحكم العادي كيقول مع امكان ما تولد بالتجربه مع امكانيه التخلف. نعم، تخلفت الإحراق عن النار. إذا من هنا يا سي أنس هذا حكم عادي وليس حكما عقليا. نعم. العادي هنا بمعنى أنه تولد بالعادة والتكرار مع إمكانية التخلف. نعم. واخا دابا الحديث شيق، هذا الشيء أنا كيعجبني. إذا نقدروا نقولوا أن معجزات الأنبياء لم تخالف المعقول، وإنما يعني خالفت العادي. نعم. ما غيجيش مثلا النبي انبياء الله مستحيل يجيب الاستحالات العقليه ويجيب مثلا دري ولد بواه. متفق. هذه استحاله عقليه، هذه ما غاديش تكون. مثلا واحد القضيه في هذه المساله هذه اللي ما كيفهموش بزاف الناس. احنا ما الذي نقول ان الانبياء، او نقول مثلا ان الدين الصحيح ولا ياتي بالمسائل المتعلقه بالاستحالات العقليه. ما كيتيش بشيء. الدين الاسلامي اتحدى اي واحد يخرج فيه استحاله عقليه واحده، لا توجد. الدين الاسلامي لا توجد ولا استحالة عقلية، ولم يخالف الإسلام المعقول في أي مسألة من المسائل التي أتى بها الإسلام. لم يخالف صريح المعقول نهائيا. إنما كما ذكرت أنت مثلا هي مسائل متعلقة بالعادة، يخالف العادة والمألوف. بمعنى مثلا المعجزة هي خرق للعادة، لعادة الثقلين الإنس والجن. لذلك القرآن لما جاء يتحدى شنو؟ عادة الإنس والجن، عادة الإنس والجن، لأن السحر من عادة الجن. لذلك قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بمعنى أنه خرق لعادة الثقلين الإنس والجن يجريه الله تبارك وتعالى على مدعي النبوة تصديقا له. هذا هو المعجزة، وهذه المعجزة. هو شنو؟ هو خرق للعادة، وليس خرق للعقل أو خرق للمعقول، بل أن المعقول يحكم بماذا؟ يحكم بأن المعجز أمر معقول. علاش؟ لأنه لو قلنا مثلا من الذي خلق مثلا هذا الاضطراد العادي؟ شكون الذي خلقه؟ شكون الذي أجرى هذا العالم على هذا الاضطراد أو على هذا الاضطراد اللي هو عادي أو على هذه السنن الكونية؟ والله تبارك وتعالى. هل الله تبارك وتعالى قادر على خلقها أم عاجز؟ أكيد بلا شك أنه قادر. إذا العقل يحكم بإمكان هذا الأمر. وحتى من الجهة مثلا
من الجهة لو نظرنا إليها من الجهة الأخرى، مثلا على سبيل المثال شق البحر سيدنا موسى عليه السلام، هل عاجز الله تبارك وتعالى مثلا أن يخلق مثلا تجاذب من جهة طرفي البحر؟ وقع قادر سبحانه وتعالى. يعني المسألة ليست يعني مما يحيل العقل وقوع ذلك، بل العقل يتصور حصول ذلك يعني بالحمل الشائع يعني في الخارج، بل يصور العقل أنه ده المسألة دي تحصل. في التخيل نعم تقدر تصور، نعم تتصور حصول ذلك في الخارج. نعم. نعم فهذه المسألة ليست مستحيلة عقلا، وإنما هي مستحيلة بماذا؟ بحكم العادة لا بحكم العقل. قلنا هذا الحكم الأول هو الاستحالة، والحكم نعم. العقلي الثاني قلنا الجواز. نعم يعني مثلا ديك البولة ممكن الصانع نعم. ديالي يكون صيني، يتصور العقل يعني سلب أحد الضرورتين الوجود والعدم. مثلا العقل يتصور مثلا على سبيل المثال أن على سبيل المثال يعني مسائل ممكنة أن العالم الذي نعيش فيه نحن أنه ممكن يجوز عليه العدم ويجوز عليه الوجود. نعم أكيد. واخا مثلا هذا الميكروفون صانعه صيني، العقل هنا كيقول ممكن. نعم ممكن. صانعته امرأة كيقول نعم ممكن. هذا الميكروفون وجد هكا دقة واحدة، هنا العقل كيقول المستحيل. المستحيل. الخرافة ديال الإلحاد هي المستحيلة. هذا حكم ثالث. نعم. إذا شنو كنستنتج من هنا؟ أن بالعكس الدين ليست فيه استحالات عقلية، وأن الخرافة الإلحاد إذا احنا لو قلنا أن الخرافة هي المسائل المستحيلة عقلا، وإن كان هذا ماشي هذا هو القصد، لأن العرب لما تطلق خرافة هذه نسبة إلى رجل كان يحدث بالكذب كثيرا فكان اسمه خرافة، فيقولون أن هذا حديث خرافة. فالقصد يعني لو قلنا أو مثلا تواضعنا على أن الخرافة المقصود به الاستحالة العقلية، فنجد أن الإلحاد هو الخرافة. علاش؟ لأنه هو اللي فيه استحالة عقلية. صحيح، هو اللي فيه استحالات عقلية ويأتي على العقل بالهدم. وقول لي سي أنس، ما كيبانش لك أن لا يخلو إنسان من غيب؟ نعطيك مثال. واحد يؤمن مثلا أن بعد الموت عدم. نعم. حتى العدم ما شتيه، ما عندك تصور عليه، ما مشى شي واحد، ما عندك ليه لا خبر ثقة، ما عندك عليه الحواس شفتيه، ما عاودك عليه شي واحد وتؤمن به. ما كيبانش لك مثلا أن هذا الذي يعتقد أن هناك عدم بعد الموت أنه دخلت هو في الغيب؟ المشكل الكبير أولا هو اللي ذكرتي دابا أنت، القضية ديال أنه ما شافوا بالحواس، ما جربوا، ما كذا. أفهم من هذا الكلام أنه أصلا هو لا يحصر، هو يحصر يعني المعارف فقط يعني في المسائل المتعلقة بالحواس أو في المسائل المتعلقة بالتجربة، فلا يرى للعقل مدخلية في الحكم على الأشياء، لأنه يرى أن مصادر المعرفة عنده محصلة أو تحصل إلا عن طريق الحواس. فلذلك تسأله مثلا عن خبر وقع، مثلا يقول لك واش أنت كنتي معاهم، واش تشفتيهم، أو مثلا يقول لك الشمس كنأمن بها حيت كنشوفها، شي حاجة ما كنشوفهاش ما كنأمنش بها، بمعنى أنه يحصر فقط بالحواس، بالحاسة. نعم، يحصر المعرفة فقط يعني في الحواس أو في التجريبيات. وهذا الحصر هذا فهو لا دليل عليه، بالعكس هذا الحصر هذا ناقص باطل. علاش باطل؟ والعقل يحكم ببطلانه، أو حتى يعني ما يستند إليه هو يحكم ببطلانه. علاش؟ لأنه لا يخلو إما أن نقول أن هذه قضية بديهية، أن حصر المعرفة فقط في الحواس قضية ضرورية لا يتوصل إليها عن طريق النظر وعن طريق الكسب وعن طريق التجارب، أو نقول أنها مسألة نظرية. فإذا قلنا أنها مسألة ضرورية هذا خلاف المدعى، لأن المدعى ما هو؟ المدعى أن القضايا لا يتوصل إليها إلا عن طريق التجربة وإلا عن طريق النظر، فيصبح حينئذ لو قال أنها ضرورية هذا خلاف مدعاه ويصبح حينئذ تناقض. إذا قال أنها نظرية فالنظر من أجل إثبات هذه القضية كذلك يحتاج إلى نظر، والنظر كذلك يحتاج إلى نظر، أو يثبت المسألة انطلاقا إلى الاستناد إلى نفسها وهذا دور، أو يتسلسل الأمر فلا نحصل أي معرفة في انطلاق هذا. عندنا التسلسل ولا عندنا الدور، فيصير حينئذ مرغما وصاغرا أن يحكم العقل في مثل القضايا، وأن العقل له حكم وله أحكام، ومن خلال العقل يمكن أن يتوصل إلى الحقائق. لأن أغلبية الناس يكونوا منكرين مثلا للحكم العقلي، أو أن العقل من خلاله يمكن أن يقطع يعني بالحقائق، فيصير القطع عنده فقط محصورا في التجارب وفي الحس، رغم أن العقل هو الحاكم على التجارب والمصحح للتجارب وللحس. الواحد من يدخل المختبر باش كيحلها بعقله. هذا هو المشكلة، العقل صحيح. هو الحاكم. مثلا إذا حصل له خلط مثلا من جهة الحواس، من الذي سيكشف له هذا الخلط؟ العقل. صحيح. فهذا هو المشكل. الناس مؤخرا خرجت واحد الموجة، ما غاديش بطبيعة الحال ما غاديش نقولوا أسماء، بعض الكتب ولا كتاب يتهجم على صحيح البخاري. يبدو في الوهلة الأولى أن صاحبه استخدم العقل. اش كيبان لك في هذا؟ لا أبدا، أبعد ما يكون عن العقل، أبعد ما يكون عن العقل. الناس أبعد ما يكون عن العقل، بالعكس الكتاب ليس فيه ما هو معقول أصلا.
ما تشمش فيه تريحة المعقول أصلا أو المسائل المتعلقة بالعقل أبدا، بل هو تكرار واجترار مع جهالات كثيرة واجترار لما هو مضى. ليس هناك أي شيء جديد. نفس الانتقادات التي كان ينتقدها مثلا في العصر الحالي مثلا زكريا بطرس أو بعض المناوئين للإسلام من الناس الحاقدين على الإسلام، أو في القديم نفس الكلام مكرر. البخاري قال شبهة كذا شبهة كذا، وش الشبهة فينا؟ كاين شبهة كاين هنا كذا مسألة كذا ما كاين. الحقيقة حتى من جهة المناقشة، هل أنت مثلا حتى من جهة ثبوت مسألة ليس لهم أي أدوات أو أي كما قلت لك في الأول أو آليات معرفية من خلالها يمكن مثلا أن نقطع مثلا بإسناد كتاب مؤلف ما معين من جهة الثبوت. ليست لهم أي قواعد أو أي أصول أو أي منهجية لا عقلية ولا كذا. عكس المحدثين لما بنوا هذه الأمور بنوهم على مناهج عقلية ونظروا في الراوي من جهة أمرين قد يعتريه الخطأ من جهة مثلا الراوي وعدالته وضبطه، ومن جهة حصول الخطأ فقاموا بصبر وتقسيم رواية ذلك الراوي. يعني منهج تشعر به أنه منهج عقلاني، منهج مبني على أصول، مبني على قواعد، علم قائم بذاته. في حين هؤلاء المناوئين لا هم في العقل ولا هم في مسائل متعلقة بالأخبار ولا هم يعني في المسائل الدلالات واستنباط الأحكام ولا شيء. لا شيء، فقاعات فقط في الحقيقة، فقاعات. مع العلم أن نقول لك صراحة المخالفين أو الذين هم يناوئون المسائل المتعلقة بالعلوم الإسلامية ينفخون أي شخص أو أي شيء أو شخص أمامهم يظهر مثلا ينتقد البخاري أو ينتقد المسائل المتعلقة بالدين أو أساسيات الدين، يعني هذا المفكر والعلامة وهذا الذي قال كذا. وفي الحقيقة له كما قلت لك شعارات في الأول، شعارات، لكن عند التحقيق وعند البحث العلمي تجدها لا شيء، تصير حينئذ رمادا. نتساءل سر ما غاديش نقول الهجمه، سر هذا التعاطي نقول الشرس على صحيح البخاري. مثلا ما تلقاش هذا الهضر على سنن ابي داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا حتى صحيح مسلم. علاش بالضبط صحيح البخاري اللي هو عندنا وحنا معروف واحد الوقيته في المغرب فيما اعلم انه كان يختم حتى هو بحال فقط في رمضان هذا ختم يعني. نعم. كيفاش علاش هذه الهجمه هذه كتقول؟ واش هل هذا الأمر بريء تتهجم على ما نعتقد أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل؟ إلى حيث البخاري أنا كإنسان غنقولوا مسلم عامي غادي نطرح على الأسئلة بزاف الأمور ما كنلقاش التفصيل ديالها في القرآن الكريم، وبالتالي كتطرح هذا السؤال: كيفاش غادي نتعبد الله مثلا؟ هو شحرور شنو كان قال هذه الكلمة هذه؟ معلم أنا شحرور أنا لا أراه أصلا مؤهلا أنه يخوض في المسائل الشرعية أو يخوض في القرآن أو يخوض في مثل هذه الأمور. رجل في الحقيقة لا علم له ولا بل ما شم رائحة العلم في يومه، يتكلم فقط يعني بدون أي أدوات علمية، كلام هلامي فقط. شنو قال واحد القضية؟ قال سبحان الله، قال لهم أنه العقل البشري أو البشرية وصلت اليوم أنها تشرع يعني في الدين. والله تبارك وتعالى يقول لك: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. سبحان الله، شوف يعني الدرجة ديال أن أين أوصله مثلا، ومع العلم أنه هو ليست له أي قواعد أو أي أسس من جهة التناول الخطاب القرآني أو التعاطي مع الخطاب القرآني أو التعاطي مع النظم أو كيفية الاستنباط أو استخراج الأحكام من ذلك النظم. ليس له البث. لا هم يحكمون يعني المسائل المرتبطة مثلا باللغة ولا المسائل المرتبطة بالأصول ولا أي شيء، فقط يلعب. بالنسبة لي أنا وجهة نظري أنا أيوة، لذلك المشكلة الأساسية مع الناس قبل أن نتناول المسائل المتعلقة بالبخاري وغير البخاري، أعطونا أدواتكم المعرفية التي من خلالها ممكن أن نقف على مدلولات الألفاظ. شنو هي؟ كيف ممكن أن نستخرج حقائق هذه الألفاظ أو حقيقة هذا النظم أو مراد هذه الآية؟ كيف؟ ليست لهم عندهم أي أدوات، لا هم يحكمون اللغة ولا هم يحكمون كذا ولا يحكمون لا شيء، فقط الهوى. لذلك تجده يسرح يلعب. كيفية هذا اللعب؟ تجده مثلا في آية وافقت هواه يستدل من خلاله، هو جاهل بما استدل، يستدل مثلا بتنبيه الخطاب. في آية أخرى لم توافق هواه والحكم فيها يعني بنفس الدلالة التي من خلالها استنبط هذا الحكم، فهنا يصير حينئذ المفهوم هنا لا حجة له، وحينئذ يتناقض. هنا يعني يستدل بتنبيه الخطاب وهنا لا يستدل بتنبيه الخطاب، لأن هذا يعني باختصار هذا وافق هواه وهذا لم يوافق هواه. هذا هو الناس كذلك. هب ان ما كاينش كاع صحيح البخاري ونحيدوا كاع الكتب اعطونا المنهجيه ما كايناش. هذه وحده. هل هاد الناس هادو واش انت كتعرف الناسخ والمنسوخ، المتشابه، المحكم، اسباب النزول؟ يعني واش عندهم هاد الناس لا هادو مثلا كيف البلوى
بحال هذا مؤخرا واحد الكتاب خرج على صحيح البخاري. انا اتساءل لا هو ما يهموش هو اصلا الكتاب، مع العلم ان الكتاب مليء جهالات وما يهموش هو اصلا. اجي نتناقشوا في الكتاب؟ لا، ما نقدرش نتناقش في الكتاب، لانك تعرف ان الكتاب اصلا مليء جهالات ومليء سرقات علميه، مليء بالكوارث في الحقيقه. عندك آلية باش تناقش في مسائل لا، ما عنديش آلية. لانه في الحقيقه قلت لك يعني اللي ضعف، لانه نقول لك صراحه الضعف التيارات الاخرى كتخلي اي واحد انه يتصدر، اي واحد يعني بدون علم بدون كذا سهل انك تصدر وتجي تبقى تنكر البخاري وتطعن في البخاري كذا، تفتح واحد الهاتف مثلا تبقى تتكلم في الدين وكذا، سهل جدا. البخاري خرافه، الصلاه التي يقوم بها المسلمون اليوم هي فقط ليست حقيقيه، وانما سهل انك تبقى تبربل يعني كذا. ولكن ملي كتجي للتحقيق العلمي، هو يقدر مثلا يجي يعطينا درس في الفقه ولا يعطينا درس في كيفيه الصيام، ما يقدرش، صعيب عليه العلم الشرعي، صعيب عليه وصعيب على العقول امثال هؤلاء الناس، والله لا صعيب عليهم العلم، اعياهم العلم. فلذلك السهل هو انني نجي ونفتح تليفون ودي العقل كيقول لك ان هذه الخرافات كذا، فقط كلام شعارات، يعني فقط اطلق الكلام بدون محاسب بدون رقيب، اطلاق الكلام سهل. لكن التحقيق العلمي وكذا والنقاش على مناهج علميه منضبطه وعلى اصول وعلى قواعد، هذا صعب تحقيقه. لذلك تجد ان الانسان الذي مثلا تربى في بيئه العلم ويعرف بحق العلم، مستحيل أنه يطلق الألفاظ هكذا جزافا، يعرف أن المسألة ينبغي أن يحققها قبل أن يتكلم وكذا وكذا. في حين هؤلاء يعني شو نقول لك، يعني واحد الجرأة عجيبة جدا لجهلهم، فهمتيني، لأنهم لا يعرفون بحق العلم وبحق العلوم مع الأسف. قبيله السي انس قبل ما نبداو الحلقه هضرنا شويه وما شاء الله، نسال الله ان يبارك لك في علمك. لقيت واحد ما شاء الله تمكن في المباحث العقليه والكلاميه. هل تنصح مثلا بالمباحث الكلاميه او علم الكلام للطالب العلم المبتدئ، ولا كان لا همت تنصح ان الانسان ينظر مثلا في علم الكلام؟ شوف، انا في الحقيقه انا في هذه القضيه هذه اول ما انصح به الطالب اولا ان يطلع على المسائل الشرعيه وعلى الشرعيات، بمعنى العبادات، الفقه وكذا، لا سيما ما يقوم به الواجب. ثم بعد ذلك ينظر في المسائل المتعلقه بالعقائد. نحن لو تكلمنا مثلا عن العقائد او عن العقيده، لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بالانقسام التي سيقع في الأمة، ولا شك أنه لم يتركنا يعني هملا، وأرشد إلى الحق وأرشد إلى اتباع المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم، والذين يعني جاءوا من بعدهم وسلكوا يعني طريقتهم يعني من جهة إثبات العقائد. فلا بد أن يحصل العقائد المسندة إلى هؤلاء، لأن هي التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحصيلها وإلى ملازمتها وملازمة يعني غرز أولئك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم بعد ذلك ينظر، نصيحتي أنا يعني مما رأيت أنه ينظر مثلا في كتب مبسطة لشيخ سام تيمية كالعقيدة الواسطية، بعد ذلك الرسائل التدمورية، ويصير عنده يعني يصبح عند الطالب يعني ضبط وملكة يعني في هذه المباحث. وحينئذ إذا أراد أن يطالع مثلا المسائل المتعلقة بالكلام أو المسائل المتعلقة مثلا بالمنطق أو كذا، من باب مثلا الاطلاع على جانب منسوب إلى التراث الإسلامي، فله ذلك. حينئذ يتوسع كما شاء، حينما يصبح عنده ضبط يعني يؤهله في التوسع. حينئذ يطالع حتى إينشتاين، مش يقرأ الإينشتاين، وأنا مع هذا الأمر هذا، وموجودين يعني طلبة يقرأوا الإينشتاين ويقرأوا الفلاسفة الغربيين ويقرأوا اللي من ما بغاو. احنا لم يتوقف عندنا البحث والنظر العقلي يعني في التراث الإسلامي أبدا، ويطالع اللي بغى ديك الساعة. حينئذ خارج الدراسات ولا القراءة الشرعية، اللي سولتك شنو الاهتمامات الجانبية مثلا ولا اللي غادي بموازاة مع العلوم الشرعية، اش كيقرا السي أنس محمد؟ صراحة كل ما يحتاجه الإنسان الذي ينبغي مثلا أن يطور من ملكته المعرفية، كل ما هو منسوب إلى المعرفة عموما. سيقرأ في المسائل المتعلقة بالتاريخ، سيقرأ في المسائل المتعلقة بالفلسفة، الفلسفة الغربية، الأبحاث المعاصرة اليوم، المسائل المتعلقة بالمباحث التي عند الغربيين، النقاشات الفلسفية إلى غير ذلك من هذه الأمور، والمسائل المتعلقة حتى بالتجريبيات التي لها يعني علاقة بالبحث العقدي. فأنا يحز في نفسي في الحقيقة، معك صريح، لما أرى أن بعض الباحثين الغربيين مثلا على سبيل المثال
يتكلمون في تراثنا الإسلامي، في تراثنا العقلي الإسلامي. مثلا أعطي مثال، مثلا جون هوفر مثلا، لما يتكلم مثلا على سبيل المثال في نظرية العدل الإلهي عند ابن تيمية، سواء اختلفنا معه في بعض الجزئيات أو لم نختلف، لكن تجد أن الرجل مثلا يفهم ويطرح المسائل ويعرف كيف يطرح المسائل ويعرف كيف يناقشها ويعرف كيف يفهم مثلا الشيخ رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، في حين أن المنتسبين إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا لا يقرأ للآخر، لا يحسنون تحقيق مسائل. أنا يحس في نفسي مثل هذا الأمر. هذا كاين مسألة أخرى. الشيخ صالح فوزان رحمة الله عليه حفظه الله، الشيخ صالح كان له مقطع يقول له: أنت تقول مثلا أنك منتسب إلى عقائد أهل الحديث، طيب باش منتسب إلى عقائد أهل الحديث؟ تعرف في عقائد أهل الحديث؟ لا أعرف في عقائد أهل الحديث، فقط انتساب هكذا يعني. أنت تنتسب مثلا، لابد أن يكون يأتيك باحث غربي ثم يصدمك ويقول لك أن الشيخ تكلم في مسألة كذا وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا، وأنت يعني الأولى من شيخ الإسلام ابن تيمية منه. يأتيك باحث غربي ماشي مسلم ويحترم شيخ الإسلام ابن تيمية وله بحوث وكذا وقرأ ويتكلم يعني بطريقة جيدة في الحقيقة، وإن اختلفنا معه صراحة في بعض الجزئيات أو في كثير من الجزئيات، لكن هذا يحركنا نحن كمسلمين للبحث أكثر وللتعمق في صورتنا أكثر يعني من غيرنا. واهتمام الباحثين بالعلوم الشرعية. أنا اللي كنت نشوف أن الاهتمام مثلا بالفلاسفة ديال الغرب وبالمنتوج الفكري ولا المنتوج ديال العقل الغربي أنه تقريبا ربما منحصر، بحكم أنه قد يؤدي إلى شبهات ولا قد يؤدي إلى زعزعة العقائد الإسلامية. لا بالعكس، خص الإنسان ينفتح شوية. لا بالعكس، أنا كنشوف أن البحث العقلي عند الفلاسفة الغربيين ليس بذلك القوة الذي كما هو موجود يعني داخل البحث العقلي في التراث الإسلامي. بالعكس، البحث التراث الإسلامي لا شك أنه لا يقارن قرأنا الفلاسفة الغربيين وقرأنا بحوثهم وقرأنا يعني كثيرا يعني من فلسفتهم وكذا. يعني في الحقيقة أفضل ما يمكن أن نستخرج من بعض كلامهم تجد أن تكلم في ذلك المسلم، تكلم في ذلك المسلم، تجد أن المسلمين تكلموا في ذلك كثيرا. يعني أفضل ما يمكن أن يستخرج من ذلك تجد أن المسلمون حققوه وبشكل أضبط وأدق وأعمق. يعني أفضل ما يمكن أن يتوصل في مباحثهم والله العظيم أن المسلمون تكلموا في تلك الأمور وتجاوزوا تلك الأمور من جهة البحث العقلي. وإن كان الأغلب الأعم تجده في الحقيقة لا يتكلم إلا في القشور عند المسلمين. لذلك أنت قارن مثلا بين مثلا شخص تتلمذ على يد المدرسة الغربية في المسائل المتعلقة بالفلسفة والعقليات وكذا، وبين شخص مثلا تتلمذ داخل التراث الإسلامي، لن يحسن، أنا متأكد أنه لن يحسن أن يجاري مبحث بسيط داخل الأمور العامة في البحث العقلي الإسلامي للباحث الغربي، عكس الباحث الإسلامي الذي بحث يعني في داخل الشأن العقلي داخل التراث الإسلامي قادر أن يحقق مقالات الغربيين وأن يأخذ الصواب منها بنقاش عقلي مفيد وأن يطرح يعني الباطل منها والذي المخالف للمعقول. إذا قلت لك مثلا بحال من هذه المسائل هذه مسألة العدل الإلهي في المتصور الغربي أن الله عز وجل رحيم، إذن كيفاش مثلا كيخلق واحد بعاهة مستديمة وكيفاش كيدخل واحد النار بصفة دائمة، فهذه تخالف مثلا العدل أو الرحمة الإلهية. إذن صفة من صفات الله اللي كيعتقد بها هي ما بقاش، فربما تؤدي به إلى الإلحاد. هنا مثلا في هذه المسألة هذه هي مسألة من المسائل. اش كيقول مثلا الموروث الإسلامي في هذه المسألة هذه ديال؟ شوف احنا شنو نقول لك، اشوف هذا ماشي اختبار هذا. لا قلت لك زعما شنو نقول لك، الى جينا نتكلمنا مثلا على التراث الإسلامي عندنا مذاهب وعندنا مدارس. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مناقشته المسألة تختلف على مناقشة الأشاعرة والمتكلمين عموما والمعتزلين عموما. علاش؟ لأن الأشاعرة مبحث متعلق بالتحسين والتقبيح العقلي. نحن نقول أن العدل حسن وأن الظلم قبيح وأن الله تبارك وتعالى يفعل القبيح. أن الله لا يفعل القبيح. لا يفعل القبيح، هذا لا شك في ذلك. فالمدارس هنا تختلف من جهة النظر إلى العدل الإلهي وإلى صفة الرحمة. هناك من يرجع إلى الإرادة وهناك من يقول أنها صفة محل. نحن سنفصل الآن. أنا سأفصل، أنا ما عنديش مشكلة أن أفصل حتى المذاهب الأخرى، ولكن سأفصل على المذهب الذي أعتقد به أنا حاليا والذي أناقش به وأحاجج به. فالقصد أولا أن الناس هذو يتكلمون عن الرحمة. نحن الرحمة التي نثبتها لله تبارك وتعالى هي من الصفات الاختيارية،
يتصف بها ما تشاء. نعم، متعلقة نعم. بإرادته هو. نعم سبحانه وتعالى، ومتعلقة بالحكمة. فهمتك. هناك رحمة مطلقة ورحمة مقيدة. الرحمة المطلقة هي التي هنا في الدنيا. لو كانت يعني الدنيا عند الله تبارك وتعالى تساوي جناح بعوضة لما أسقل سقى. نعم سقى يعني المعارض والمناوئ والملحد والذي ينكر وجوده شربة ماء. نعم شربة ماء. فهذه رحمة مطلقة تشمل المسلم وتشمل المؤمن وتشمل غير المؤمن. المقيدة هي التي نتكلم فيها الآن. لكن احنا نغفل عن جانب آخر، وأن الله تبارك وتعالى كما أنه يتصف بالرحمة يتصف بصفات أخرى اللي هي اللي ذكرناها قبل قليل، هو صفة العدل. نحن أول شيء سنثبت أن ذلك العقاب الذي يعتري أو الذي يعني سيناله ذلك الشخص مثلا في الآخرة وبعد قيام الحجة الرسالية عليه، لا شك، لأن شرط قيام التعذيب يعني بالمكلف وقيام الحجة الرسالية عليه. يقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث. والذي لم تقم الحجة الرسالية على أكثر أهل العلم يعني يختبرون. فنحن نتكلم عن الذي قامت عليه الحجة الرسالية. الآن لو قلنا نتساءل سؤال، لا أعتقد أن هذا سيخالف في عقلاء بني آدم: تحقيق العدل رحمة أو ليس برحمة؟ رحمة، لا شك رحمة. عقاب من يستحق العقاب عدل وليس بعدل. عدل. إذن عقاب ذلك الذي يستحق العقاب في الآخرة هو عدل، إذن هو رحمة، لأن تحقيق العدل رحمة. جعل الشيء في محل. نعم. النقطة الثانية، إذن النقاش سيتحول الآن إلى ماذا؟ إلى كونه يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب. نحن لو تكلمنا الآن وقلنا لابد أن الخالق تبارك وتعالى بالبرهان العقلي أنه موجود والمخلوقات موجودة، أيهما أعظم، الخالق أو المخلوق؟ لا شك أن الخالق. مثلا على سبيل المثال لو سولت شي واحد قلت له مثلا اسطم على سراق الزيت مثلا، يقول لك أنا ما استحقش العقاب، سراق الزيت كذا تافه، سراق الزيت لا ينظر إليه. قلت له مثلا واحد دار نفس الطريقة بالوالدة ديالك، يقول لك مستحق العقاب. لا شك أنه مستحق العقاب. إذا الإنسان حقه أعظم من حق سراق الزيت مثلا، وحق الله تبارك وتعالى لا شك راه بحال شفتي هذاك سراق الزيت مقارنة بالإنسان، حق الله أعظم بكثير جدا. إذا أعظم الحقوق التي، لأن الشرف هو ينتسب من شرف ذلك المعلوم اللي هو الله تبارك وتعالى. لا شك أنه أعظم الحقوق التي ينبغي أن تراعى هو حق الله تبارك وتعالى الذي هو حق العبادة. فأنت جحدت بأعظم حق وجدت من أجله اللي هو حق العبادة. ولا شك أنه قلت أن مثلا أن الذي لم يأتي بحقوق العباد والتي يعني ظلم وحقوق العباد ولم يعني يأتي بها وأتى بنقيضها مثلا على سبيل المثال اللي هو الظلم، قلت أنه مستحق للعقاب كالذي ظلم والدتك. فما بالك الذي ظلم نفسه في أعظم حق وجد من أجله اللي هو حق الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بلا التوكيد. نعم بلا التوكيد. فلذلك إذن حق الله هو الأعظم والذي ينبغي أن يراعى، والظلم في حق الله تبارك وتعالى لا شك أنه مستحق للعقاب في ذلك. فحينئذ يصير تحقيق العدل في عقاب من يستحق العقاب رحمة، وبالتالي نكون أن أثبتنا أنه ذلك لا يتنافى مع الرحمة، بل تحقيق العدل يصبح حينئذ من مقتضيات الرحمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني القضية. قول لي السي أنس، كنقرا لعبد الوهاب النسي رحمة الله عليه، كنقرا ليه بزاف، كيهضر بزاف في الكتب ديالو على مسألة فصل الدال على المدلول. يعني نقدر نقول اللفظ كتولي عندهم ماشي غير معنى واحد، كتولي عندهم معاني متعددة، وبالتالي النصوص ما بقاش يحتمل قراءة واحدة، أصبح يحتمل عدة قراءات. وهذه هي تقريبا نقدر نقول لك هي المناهج أو المنهج النقدي الغالب على عصور ما بعد الحداثة. أنا شفت لك واحد المناظرة مع السي رشيد العشعاشي اللي بالمناسبة كنوجه ليه التحية، فهضر هو في التفسير الرمزي. التفسير الرمزي، ألا ترى أنه ربما التفسير الرمزي نوع من أنواع فصل الدال على المدلول؟ لا شك لا يوجد أي علاقة بين الدال والمدلول، لا يوجد أبدا، لا يوجد أي ترابط أو أي تلازم بين الدال والمدلول. في الحقيقة هي قراءة باطنية، قراءة تفتح أي شخص أنه يتكلم في القرآن بما شاء بدون أي قواعد، بدون
دابا هذا هو المشكل. يقول لك دابا القراءه ديالكم قراءه مثلا المسلمين اللي كيتكلموا بالقواعد وبالاصول وكذا، على القراءه ديالكم مثلا كذا، راه والقراءه ديالكم هي اللي انتجت لنا مثلا الناس اللي كيفجروا عباد الله وكذا. وبالعكس راه هذوك اللي كيفجروا عباد الله ولا هذوك اللي كذا وهذوك اللي كيظلموا عباد الله وكذا هم الذين لم يقرأوا الدين ويبقى يعني قواعد. نعم. وبالطريقه ديالك اللي كتخلق لنا المتفجرين. انت ما تقدرش تلزمه، هو ما يقدرش يلزمك. كل قراءه ديالو رمزيه ويقول لك برمزيه استنتج مثلا ان نفجر عباد الله. تقول له ديك تقول بصح انا ملي كنمشي كناقشوا قواعد اي كنستدل قواعد كنبين انه كلامك باطل، في حين ان القراءه ديال هاد الناس كيقول لك الرمزيه والدلاليه وكذا كل واحد يفهم كيف بغى وكل واحد عنده استنباطاته العجيبه وكذا. وسبحان الله جاء عندي واحد الخطره كيقول لي المشكل ديالكم حنا في الاسلام، المشكل ديالكم في الاسلام اي نص بغيتوا تاولوه التاويل سهل. حنا وين جالسين حنايا جاو اول شي تخربق دابا دابا صحاب له غير جاو وتلاح على الناس واول ودير وخربق. اش كتخربق؟ فين جالسين حنايا جاو اول جاو خصص من كيسك. الاصول اش كيقول لك العام يبقى على عمومي حتى يرد المخصص. يجيب المخصص ولا سير بحالك جيب مخصص ولا صافي ولا سير بحالك صافي سير بحالك. الشريف هذا اللفظ لا يعدل على حقيقته الا بقرينه. جيب قرينه اللفظيه ولا سير بحالك تبقى على الحقيقه سير بحالك. فهمتي دابا صحاب له غير جاو نقص وجاو تصوطع عند الناس وكذا واول كيف بغيتي وكذا. يعني القراءه الشرعيه صفاقه هذه نعم هي مبنيه على الاصول على القواعد على المناهج على الاستدلالات على الكلام. المجمل يظل مجمل حتى تجيب اكيد المبين. اكيد العام يبقى عام حتى يرد المخصص. ولا يفرقون من بين هم يعتقدون انه مثلا قصر بعض افراد العام يعتقد ان ذلك تناقض مع يعني الخاص يعني يتناقض مع العام. وده معروف ان دلاله الخاص مثلا دلاله قطعيه ودلاله العام ان على قول الجمهور ان لا تناقض بينهما. هذا كل اللي كيجي يقول لك مثلا القران يتعارض مع السنه السنه عندنا كذا وكذا والحديث يعني ما بغيتش نطرح بعض الامثله باش ما نخلقش الجدل فكذا. ومع العلم ان هذا النص مثلا دلاله التي ممكن هي دلاله العام ودلاله العام هي دلاله الظنيه في حين ان الحادث هو خاص والخاص لا يتعارض مع العام. هذا معروف ان الخاص لا يتعارض مع العام. فالناس ما عندهمش قواعد ما عندهمش لذلك يتوهم التناقض هو ماشي تناقض. يتوهم ان المساله تخالف العقل هي ما تخالفش العقل. والتفسيرات يعني لعلك ترضى. ولاحظت واحد المساله سي انس ان هاد المباحث راه ماشي جديده. قبيله دابا قلتي لي راه نوع من القراءه الباطنيه راه بصح. نعم قراءه باطنيه. واحد لقيتها مثلا من التفاسير الباطنيه مثلا قول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. واحد من المفسرين الباطنيين قال لك مرج البحرين علي وفاطمه وحيد لي من فمه حيد لي من فمه قال لك علي وفاطمه يعني سوى دير القراءه الرمزيه قال لك علي وفاطمه مرج البحرين يخرج اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. راه كانت هذه القراءه اذا فربما هذه القراءه الرمزيه ولا هذا فصل الدال على المدلول اللي اصبح الان ربما ما غاديش نقدر نقول ظاهره ولكن راه ولا موجود. هذه القراءه الباطنيه جديده نفس المفهوم ديالهم. ويسالونك عن المحيض قل هو أذى. يسألونك عن الرمزي قل هو أذى ولا تقربوا الرمزي أو الدلالي أو النكراني أو كذا. أنا ندير دير القراءة اللي بغيتي. لا ندير القراءة فيه هو. ويسألونك عن المحيض هو الرمزي واللي كيدير القراءة الرمزية أو اللي كيدير القراءة الباطنية. ويسألونك عن الباطني قل هو أذى فاعتزلوا. فهمتيني نفس القراءة وكذا. وما يقدرش يبين لي خطأ. كيفاش يبين لي خطأ ما عندوش يعني كيفاش يحمل الألفاظ على الحقائق ما عندوش. يلا بيننا لي خطأ. يلا انا قراءتي صحيحه وانت كذا قلبي ما يقول لك صافي شهدوا يقول لك في الاخر هذه قراءتك وفين. ولكن هما سي انس يستدلوا كيقول انا عندي الحق انا ندبر كلام الله عز وجل عندي الحق ندبره. انا متفق معك في القضيه هذه. اي واحد عنده حق التدبر ولكن خصنا نفهم واحد القضيه. التدبر يكون للوصول الى مراد الله او وفق هواك. بغي تتدبر حسب هواك صحيح. احنا التدبر ينبغي ان يكون بما اراده الله على مراد الله بقراءة أنزلها الله بقراءة شرعية أنزلها الله تبارك وتعالى. احنا نقول أول شيء في التدبر وبما أراده الله تبارك وتعالى أراد أن يكون هذا القرآن عربيا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا أي تحكيم لسان العرب. أي تحكيم لسان العربي من جهة الاستنباط ومن جهة التدبر ومن جهة يعني مدلولات هذه الألفاظ لأنها ألفاظ عربية. هذه النقطة الأولى كنحسموا فيها. النقطة الثانية أن الله تبارك وتعالى شنو قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لتبين للناس ما نزل إليهم. الرد إلى الرسول كثير جدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآيات اللي فيها الرد إلى الرسول وإلى تحكيم أفعال وأقوال الرسول وإلى التحاكم إلى بيان الرسول وإلى تبيانه صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. إذن السنة مما أمر الله تبارك وتعالى. وهذا ليس فقط الشرع الذي يحكم بذلك حتى العقل
العقل مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث، النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالقرآن وبغير القرآن. بالقرآن وبغيره. نعم. حسب لي عارف أنا بالقرآن وبغيره. نعم. جالس النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما مثلا ويل للمصلين على سبيل المثال. الصحابة يا رسول الله أهذا وحي؟ بحال كان مثلا يسألونه يا رسول الله هذا وحي لا نتزحزح أم هو الرأي والشورى والمكيدة كما سأل الحباب بن منذر يوم بدر رضي الله عنه. فكذلك يعني يا رسول الله هذا الذي تلفظت به ويل للمصلين هو قرآن آية نزلت عليك أم يعني حديث مما يعني تتحدث به وكذا من أحاديثك؟ شنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مثلا يقول له قرآن. جواب النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولا مش وحي؟ وحي هو خارج القرآن. ما شاء الله خارج القرآن. إذا العقل يحكم بماذا؟ بأن أفعال وأقوال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم وحي. يوحي الله تبارك. العقل يحكم بأن السنة وحي وكذلك ولا غادي نولي الذي فيه بيان الوحي ليس بوحي وصافي ما ناخذوش بالقرآن، لأن الذي به النبي صلى الله عليه وسلم وبه الإقرار والتقرير على أنه وحي. النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا هذه الآية، لا نكتب لأن كلامك ليس وحي فلا يلزم عني مخالفته، والله تبارك يقول لك فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة. هذا هو المشكل ديال العقل يحكم باتباع. إذا احنا شنو كنقراو بطريقة شرعية. أول شيء تحكيم اللغة العربية وتحكيم اللسان العربي اللي هو لسان التنزيل، كذلك الأفعال وأقوال وبيان النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك مما أمر الله تبارك وتعالى بالتحاكم إليه وإلى تحكيمه وإلى تحكيمه من جهة الاستنباط. والقواعد التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم جاء بقواعد عامة. بعض هاد الناس ديال القراءة الرمزية ولا القراءة الإشارية على فكرة أنا بغيت واحد القضية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت لك أنها قواعد عامة. الحديث رسول الله أنا نزلت فيها خاصة يا رسول الله هي خاصة قال لا العبرة باش بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. صحيح. كذلك القواعد الأخرى فهي مستنبطة من والأصول التي هي من أفعال وأقوال ومن جاء به الشرع. فهمتيني؟ أرأيت لو أن أحدكم فعلها في حرام أله وزر كذلك لو فحينئذ ستجد الدوران العكسي وأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. يعني كذلك من الكثير من القواعد الأصولية التي من خلالها نستنبط ونحكم جاءت يعني من أفعال وأقوال وتقريرات النبي عليه الصلاة والسلام وفي القرآن كذلك. قلت لك أصحاب القراءة الرمزية على فكرة راه كانت واحد التفاسير كنت تسمى التفاسير الإشارية، بمعنى راه إلى حد ما ما كيجيبوش جديد. دابا مما يعتمدون عليه كيقولوا ومن حقي نجتهد، من حقي نجتهد أنا في كتاب الله ونفهم. احنا ما عندناش مشكل في الاجتهاد. إذا الاجتهاد عنده ضوابط ولا مطلوق؟ أكيد هذا هو المشكل. دابا أنت هل بلغت درجة المجتهد؟ صحيح. الشاطبي لم يكن يعتبر نفسه أصلا أنه مجتهدا وأنه أنا صاحب الموافقات والاعتصام، لم يكن بل أنه لما تكلم العلماء في المجتهد المطلق قالوا أنه قد انعدم، وذكر المرداوي قال وبل قد وجد، ومنه الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وكذا. حتى أنه العلماء تناولوا أن مسألة يعني قل ما ظهر يعني المجتهد المطلق وكذا. يعني شكون قال لك احنا ضد الاجتهاد؟ ولكن انت هل تعرف انك ستحقق شروط الاجتهاد؟ انت اصلا لا تعرف ان تحقق مسألة يحققها الصبيان في الكتاتيب، مسائل فقهية وكذا الصبيان في الكتاتيب، ولو سمعك انك تتكلم في دين الله تبارك وتعالى في تلك المسألة بذلك الجهل لتنافسوا على صفعك بالنعال أيهما سيصفعك أولا. تأتي وتقول انك تريد ان تجتهد في ماذا؟ تجتهد في الجهل. هذا المشكل. ستحكم ماذا؟ ستحكم العلم؟ أكيد ستحكم الجهل وستتكلم بالجهل وستأتي بالجهل وستنشر الجهل. الله المستعان. بالنسبة قبيلة كنا جبدنا محمد شعرور. أنا اللي كيبان لي أن ربما راك عارف هذه المعلومة هذه، أن كاين ما يسمى بالمناهج النقدية. المناهج النقدية، النقد هنا ماشي انتقاد نجي نقول هذا النص عيان، هذا انتقاد. النقد من وجهة الورقة النقدية هو إبراز القيمة ديال النص. كاين مناهج عديدة، كاين مناهج سياقية كتشوف السياق ديال النص، السياق الاجتماعي، السياق النفسي، السياق السياسي، من خلال هذا السياق كتقول مثلا هذه الرواية هذه ولا هذا النص هذا جاء في سياق اجتماعي يتميز بالغليان. هذا مثلا في الروايات التي كانت تسبق مثلا الثورة الفرنسية. وكاين مناهج نقدية كتسمى نسقية، تهمل السياق تماما، ما عندنا لا سياسة بحال هذا النص هذا نزل هكاك على الراس. ومن أبرز هذه المناهج هذه كان واحد المنهج كان كيتسمى البنيوي.
البنيوي هذا معروف بأنه المنهاج الذي يقتل المؤلف أو منهاج موت المؤلف. فأنا اللي كيبان لي أن محمد شحرور والناس اللي مهتمين بهذا ما أسميه أنا بالشحرورية أنهم تعاملوا مع القرآن الكريم كنص منعزل على أي سياق، ما عنده منزل أصلا ما يجي بالسياق أصلا، ما عنده أسباب نزول، ما نزل على نبي من الأنبياء، ما أنزل الله ولا هم يحكمون اللغة ولا أي شيء وكذا، وننكر الحقائق وكذا. عجائب وغرائب. هذا هو الحقيقة ديال هذا الأمر هذا. يعني لا يصبح النظم لا تصبح له أي دلالة، يعني ولا يمكن الوصول لأي مدلول لأي لفظة ما معينة. يعني بحال ولينا عارف جيبه فمو صافي داكشي اللي كاين. عطيونا ملي كتجيبوا الحقائق ديال الألفاظ. هذه النقطة الأولى. عطيونا المنهجية ديالكم. بحال واحد الخطرة جا عندي قال لي أنا ساعة كذا الفقهاء كيخربقوه هي زيد سيدي مسائل متعلقة بالتدبر وكذا، وأنا أخالف الفقهاء. قلت شوف اجي نديرو الفقهاء اجي نحطوهم هنايا، عطيني الأدوات ديالك في التدبر تفضل. بغيت أنا المناهج، أنا بغيت علاش انا ناخذه هنا وعلاش انا ما ناخذوش هنا؟ علاش هذا النظم هذا يعني باي دلاله سنقوم مثلا على سبيل المثال بالحكم على هذا النظم مثلا سلبا او ايجابا او كذا او كذا في حكم ما معين؟ يعني كيفاش الحكم هذا مثلا نقول انه الله تبارك وتعالى امر به او امر به نهى عنه؟ كيفاش الادوات؟ اعطيني. ما كاين لا لغه عربيه. اللغه العربيه يقول لك لا هذه اللغه ديال العباسيين والامويين ومولي الف. كيفاش نعرف؟ ما كاينش. يعني كتعرفش تحكم على الفقهاء من انك ما عندكش اصلا. اذا انت كيفاش تحكم على الفقهاء انهم مثلا داك الشيء كيخربقوا وانت ما عندكش ادوات معرفيه اصلا؟ كيف توصلت الى هذا الحكم؟ مثلا انا لما احكم مثلا على الفيلسوف الغربي مثلا معين او على الفيلسوف ما معين ان كلامه مثلا لا يوافق العقل، احكم مثلا الاصول المتعلقه يعني بالمصادر المتعلقه، واحكم مثلا العقل واحكم احكام العقل، اقول ان هذا العقل يحكم بانه مساله مستحيله. ولا تقول لي قالها جون لوك ولا ديكارت ولا سبينوزا ولا خرافه هذه. انت كيف تحكم؟ هذا هو المشكل. شنو الادوات؟ لا فقط انا رشقت لي على الفقهاء، رشقها لي انا فقط. بغيت نبان انني كنتقد الفقه، كنتقد كذا، بغيت نبان وصل شي كاين. القصه ديال داك التلميذ اللي كان قال لهم الاستاذ ما كاين هذا هو اللي كاين. قال لهم ما كاينش الحقيقه ما كاينش هذا، خلاها تكمل. تقدر تعاود لي هذه القصه؟ والله العظيم واحد السيد مسكين كنت كنناقش واحد السيد ديما حقيقه مطلقه ما كايناش واخا كلامك اللي قلتي هذا كامل واش هو حقيقه مطلقه ولا لا؟ اذا قال حقيقه مطلقه اذا تثبت حقيقه مطلقه، واذا كان مش حقيقه صافي كلامك خرافه. واش نديروا به هنا؟ هو براسو كان ينكر الحقيقه المطلقه. ينكر الحقيقه. هو لذلك يقول سولوا. انا كنت بغيت داك التلميذ يسول داك الاستاذ يقول لك ما كاينش حقيقه مطلقه، قول له كونك ذكر ولست انت حقيقه مطلقه ولا لا؟ يلا واش يقول يشيك في راسو مشكله. قال ثلاثه تلاميذ يضحكوا عليه. كونك يعني انسان ولست يعني لا انسان، واش حقيقه مطلقه ولا لا؟ هذه مشكله. هذه شوف الخريف كيف يوصل. يعني الانسان نفس السفسطائيه. هذه السفسطاء. هذا راه مذهب من المذاهب السفسطائيه، انكار الحقائق. لذلك العلماء كانوا يقولون فمنكري الحقائق بحال هكا علاجهم باش بالكي باش يفيق. جيب شي ميكوات قول لي واش حقيقه كذا وقول له واش حقيقه مطلقه ولا لا؟ حقيقه مطلقه ولا لا؟ هذا الالم اللي كتالمي تيقول لك انه حقيقه مطلقه. هكذا قال العلماء يعني في علاج السفسطائي. كيف هذا ممكن الحقائق بحال واحد كيبرزط عباد الله كذا هو الحقائق ما كايناش، حتى واحد ما عنده الحقيقه المطلقه. حتى واحد ما عنده الحقيقه المطلقه. هي حقيقه مطلقه عندك انت ولا ما عندكش؟ كتقول فيها انت صح. انت عندك حقيقه مطلقه الزمته بلازم قوله. لذلك هو ابن حزم شنو قال لك نقول لنفاة الحقيقه، نقول لنفاة الحقيقه أكلامكم حقيقه؟ صحيح. اذا قالوا نعم قد تناقضوا، واذا قالوا لا خلاص يعني ما خصناش نضرب حضرتك. نعم. سنوات الدراسه بالجامعات ولا الكليات المهتمه بالدراسات الاسلاميه، هل تراها كافيه لانتاج مثلا طالب علم متمكن من المباحث الشرعيه والعقليه؟ الراي ديالك؟ الراي ديالي ولا في الحقيقه خصو يزيد. لابد انه يثني الركب عند العلماء، عند الائمه، عند المشايخ، عند اهل التخصص، ويجتهد كثيرا في الحقيقه. لانه اذا اراد ان يكون طالب علم صناعي بمعنى الصناعي، لا انه مثلا جمع القشور من هنا او من هناك، فلا بد له يعني ان يطالع عند المعاهد ويطالع ويثني الركب عند المشايخ والعلماء والمتخصصين في الشأن. غادي نعطيك اسم ديال العالم ونعطيك كتاب وعطينا الراي ديالك. ممكن محمد تقي الدين الهلالي. نعم. هل ترى انه اخذ زمان الحق اكيد الشيخ لا هو العلم يعني بالنسبه لي لم ياخذ يعني الحق الذي ينبغي او المكانه التي ينبغي ان يكون عليها.
مكان الشيخ عجيب. قل نظيره، عجيب رحمة جدا الله. رحمة الله عليه، كثير من الناس لا يعرفونه. كان آية من آيات الله تبارك وتعالى، إضافة إلى أنه مثلا محصل للعلم الشرعي، يتكلم بلغات عديدة وله كثير من التحقيقات، حتى مسائله الفقهية عجيبة جدا والتي أثارها، وليست يعني من جهة مناقشتها فقهيا ليست بالهينة أو الحكم عليها بالخطأ هكذا يعني. وإن كان كثير بعض علمائنا ناقشوا بعض المسائل الفقهية، ولكن الشيخ عجيب يعني من جهة يعني استدلالاته، من جهة استنباطاته رحمة الله عليه. مسائله العقدية لا شك فيه، الشيخ معروف يعني رحلته العقدية. في راسك الدكتوراه ديالو باللغه الالمانيه في أي الخمسينات، معروف الشيخ، ترجمه القران بالانجليزيه ما شاء الله 7 لغات يتكلم الشيخ تبارك. وترجم برايل باخر لغه اتقنها كانت برايل، هذيك ديال الناس اللي ما ما شاء كيشوفوش. الله رحمه الله عليه، صلى الله تبارك وتعالى يرحمه رحمه واسعه وان ينفع بعلمه. عنده واحد الكتاب انا اثر فيا شخصيا وحبب الي الرحله، كنسافر شويه ولكن ذاك الدعوه الى الله في اقطار مختلفه. مشى للهند، مشى لمصر، المانيا كذلك. ما شاء الله سبحان الله، عجيب. ندعو للجميع اللي يسمع الحلقه هذه انه يترحم على الشيخ ان شاء الله رحمه الله عليه. صلى الله تبارك وتعالى يرفعه مقامه في عليين يا رب. الراي ديالك في الرساله التدمريه لشيخ الاسلام ابن تيميه؟ وفي الحقيقه رساله عجيبه، رساله في الحقيقه نفيسه، ينبغي للطالب الا يتجاوزها، فيها قواعد نفيسه يعني في صفات الله تبارك وتعالى، وفي الالزامات للمخالفين، وحتى يعني من جهه قواعد عامه كقوله رضي الله عنه: الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل عند الإضافة والتخصيص. هذه ممكن أن تطبقها في صفات الله تبارك وتعالى، وحتى في كثير من المسائل المتعلقة بالفروع إلى غير ذلك. من مثلا الله بالمؤمنين مثلا الاشتراك بالضبط، الله رؤوف رحيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالله رؤوف رحيم رأفة ورحمة تليق به، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين رأفة ورحمة تليق به. نعم. وإن اشترك في الاسم المطلق اشترك في اللفظ ديال الرأفة والرحمة، وهذا الاشتراك هو معنوي، لأن الإنسان يعرف يعني معنى مثلا الرحمة كمعنى أو كمفهوم كلي. مثل ذلك مثلا لما مثل حتى الاشتراك هذا واقع بين الممكنات، مثلا كالاشتراك في العرش، مثلا عرش بلقيس كعرش مثلا الوزير كعرش الملك كذا. وإن اشترك في اسم المسمى ديال العرش إلا أنه عند الإضافة والتخصيص يصبح يليق به. فما بالك بعرش الرحمن، فما بالك هذا بين الممكنات يعني كاين هذه المغايرة كل واحد، فما بالك بين الخالق يعني في المخلوقات عندنا هذه المسألة. نعم أنها لا تستلزم المماثلة بين الممكنات، فما بالك بين الواجب والممكن، فما بالك بالله تبارك وتعالى والمخلوق. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم سيدي. وصلنا إلى الحديث شيق. الله يبارك فيكم واستمتعنا بكم ونشكركم على الاستضافة، وصلى الله تبارك وتعالى ينفع بكم ونفع بهذه الحلقة. اللهم آمين. قل يا سي أنس، إذا عندك كلمة أخيرة لمن تحب توجيهها؟ الكلمة شي صديق، أخ، الوالدين اللي بغيت تقول لي هذه الكلمة الأخيرة، تفضل أبو أنس. في الحقيقة الكلمة الأخيرة أوجهها الشباب عموما. أن الشباب يهتموا بالجانب ديال المعرفة، يهتموا بالمعرفة ويهتموا يعني بالدين وبالعلوم الدينية، لأنها في الحقيقة كتنور الناس، تفتح عقولهم يعني للبحث والمعرفة والتحصيل والنظر. يصبح حينئذ الطالب لا سيما الذي يدقق في المباحث الشرعية يصبح يعني له يعني في النظر يعني حظ، بل يصبح حاذق من النظار يعني. فهذا يساعده حتى في تحصيل العلوم الدنيوية والعلوم يعني التجريبية والعلوم المتعلقة يعني بالتحليل وغيرها من العلوم. يصبح حينئذ عقله في الحقيقة منفتح، يصبح ينفتح عقله حتى في تحصيل كثير من العلوم. سبحان الله. وصل النظر في الفقه الإسلامي وكيفية الاستنباط. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم سيدي. شكرا لكم على المشاركة. الله يبارك فيكم. جزاك الله خيرا.